النهارده بقى هقول لك على سر خطير لليمون اللي تسلقيه وتحدقيه في نفس اللحظه، في نفس الساعه اللي هتسلقوه فيها. مش هنسيبه بقى ونغير عليه، نسيبه كام يوم كده ونقول هنغير ونقعد بقى نسيبه 3 ايام ونقعد نغير عليه كل شويه. لا، انا هوفر عليك ده كله وهنعمل الليمون بتاعنا في خطوه واحده وهنحدقه في نفس اليوم. بصوا بقى، تعالوا معانا كده. بس قبل كل حاجه حبايبي، اعملوا لنا كده لايك للفيديو وتعليق منكم حلو كده وشجعونا، بتعليق حلو وكومنت منكم حلو كده ولايك، واكون متشكره لكم جدا جدا حبايبي. كل اللي معايا على القناه ما تحرمش منكم ابدا ابدا، ويجعل في ميزان حسناتكم يا رب. انا هقول لكم بقى على السر اللي يخلي الليمون بتاعك المراره تروح منه في نفس اللحظه، وهتخليه في البرطمان في نفس اليوم. مش هنسيبه بقى ونغير عليه وكده ونقول لا اما المراره تروح. لا، تعالي بقى هنعمله في نفس اليوم. احنا هنا جبنا، انا معايا 2 كيلو ليمون زي ما انتم شفتوا كده. اول الفيديو انا غسلتهم حلو قوي تحت الحنفيه الاول، وجبت هنا ميه وحطيتها على النار، وحطيت فيها بقى السر اللي هيخلي بقى المرارة تروح خالص من الليمون: معلقة ملح، معلقة كبيرة ملح مع مية سلق الليمون. دي بتخلي مفيش فيه ريحة المرار، وبتحدقيه في نفس اليوم، بتخليه في نفس اليوم. طريقة جميلة 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 لتخليل الليمون يا حبايبي، وهتاكلوه بإذن الله بإذن الله بعد 3 أيام. بس بدل ال3 أيام اللي هتسيبوهم وتقعدوا تغير عليه وتقولي هغير والمرارة، لا، احنا ال3 أيام دول هنوفرهم عليكم وهنحطهم في البرطمان وناكل منه بعد ال3 أيام. بصوا بقى، هنا انا خلاص الليمون بتاعنا زي ما انتم شفتوا كده اتسلق. بس اهم حاجه يا حبيبتي ما تسلقوش قوي، ما تسلقوش قوي، يعني خلي فيه تكه كده علشان الليمون ده الجو حر، وعايزين الليمون بتاعنا يبقى فيه قرشه حلوه كده، ما يبقاش ماير معانا. بصوا بقى، انا هنا جبت الليمون. أنا بقى ايه، بعد ما غسلته حلو، وبعد بقى ميه السلق وبرد خالص خالص، برد، اهم حاجه يكون برد. جبت هنا ميه التخليل بتاعتنا، حطيت فيها، حطيت فيها كده قرنين شطه احمر سبايسي كده، بيبقى عاطل الليمون بتاعنا تست جميل وزي الفل كده. وجبت هنا الملح بتاعنا، طبعا لكل كوبايه ميه معلقه كبيره ملح. دول حوالي 7 كوبايات كده، يعني كوبايات كبار ميه، وحطيت 7 معالق ملح. اما الملح يدوب خالص معانا، وهنبدأ بقى ايه، نعبي بقى الليمون في البرطمانات بعد ما برد طبعا. متحطش هو سخن، هو في نفس، انا سلقته وهخليه في نفس اليوم في نفس الساعة. إيه كده، نبدأ بقى بعد ما برد معانا وشطفناه كم مرة كده وخلاص برد خالص، هنعبي بقى كده في البرطمان. البرطمانات بتاعنا طبعا مغسولة ومتعقمة وزي الفل. هنبدأ نعبي بقى الليمون. بصوا بقى، وحطيت كده معاهم كمان شويه شطه كده، كمان الشطه المتخلله مع الليمون دي ما اقدرش اقول لكم بتبقى عطيها طعم جميل، وهي برضو واخده من طعم الليمون، وبتبقى الشطه طعمها جميل جدا. وهنعبي بقى البرطمانات بتاعنا. طبعا ما فيش اي بيت بيخلى مني ولا بيستغنى عن اي مخلل. اي مخلل بقى لازم يكون موجود في بيتنا. الليمون ده يعني بصوا بيبقى جميل، احلى مخلل، وبيبقى زي الفل كده اما يكون مخللاه بالطريقه الصح بقى، بيبقى زي الفل، ولا بمور ولا اي حاجه. بفضل لاخر الليمونه في البرطمان. وطبعا الميه بتاعتنا احنا ميه من الفلتر، وجبتها طبعا ايه، دوبت فيها الملح. وهنبدا بقى بعد ما عبينا البرطمان هنحط بقى ايه، ان الميه اللي احنا ايه ملحينها كده لتخليل الليمون. بصوا بقى، آه، غطي البرطمان، الليمون يكون متغطي خالص بالميه، ما تسيبيش فيه ليمون مكشوف من غير ما يكون طايله الميه. لازم يكون كل البرطمان بتاعنا متغطي خالص كده بالميه. خلاص حبايبي، احنا عبينا المخلل. وهنا برضو كمان البرطمان التاني اهوت، بس حطيت معاه شطه كتير عن البرطمان اللي هو الاولاني دي، لان انا بعشق الشطه اللي متخلله مع الليمون، بتبقى جميله، طعمها جميل جدا. ده كان الفيديو بتاعنا بقى يا حبايبي، وطريقه تخليل الليمون. وهتاكليه بعد 3 ايام، بدل ما تسيبيه كام يوم تقولي مغير عليه عشان المراره، لا، معلقه الملح في سلق الليمون دي سحر 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 وجميله، بتحوش المراره اهو. وده الفيديو بتاعنا يا حبايبي، واشوف وشكم على خير.